طيب، والمنتخب المغربي عشان انا بربط زي ما قلنا كلهم محترفين، زي ما قريت لكم، ده من هنا وده من هنا وده من كده يعني. طيب خليني اقول لكم، ياسين بونو هذا الحارس العملاق انتقل من الوداد الى اتلتيكو مدريد عنده 20 سنه. خلي بالك بقى ايه من السن اللي انا بقوله تاني. ياسين بونو هذا الحارس العملاق اللي تصدى لثلاث ضربات ترجيح بمهاره فائقه وبقوه وبموضوعيه وثبات، احترف في اتلتيكو مدريد عنده 20 سنه. نايف كراد انتقل من الفتح الرباطي الى ديجون الفرنسي وعنده 21 سنه. غانم سايس انتقل وهو عنده 16 سنه الى نادي فالنسيان الفرنسي وهو كابتن المنتخب حاليا. نصير مزراوي هو من ناشئ اياكس الهولندي وهو عنده 14 سنه. اشرف حكيمي ده اتولد في اسبانيا وبدأ مشواره مع الكرة في أكاديمية لافابريكا وراح ريال مدريد به وهو عنده 18 سنة. سفيان مرابط حاجة عظيمة عظيمة عظيمة، ده وعنده 14 سنة كان في ناشئي هولندا. سليم أملاح ده من أكاديمية ريس البلجيكي وهو عنده 17 سنة، وبعدين راح نادي اسمه موسكرون وهو عنده 20 سنة وكان بيلعب مع تريزيجيه قبل كده. عز الدين أناحي من أكاديمية في المغرب، كان في أكاديمية في المغرب وراح ستراسبورج الفرنسي وهو عنده كام؟ 18 سنة. حكيم زياش من ناشئي هيرنفن الهولندي وعنده 14 سنة. سفيان بوفال من ناشئي أنجيا الفرنسي وعنده 18 سنة. يوسف نصيري من أحد الأكاديميات في ملقا الأسباني وعنده 18 سنة. خد بقى، أنس الزروري ده حاليا في المنتخب المغربي بيلعب في بيرنلي عنده 22 سنة. زكريا بوخلال في نادي تولوز، كل دول في المنتخب، الستة اللي هقولهم دول في المنتخب المغربي حاليا. ده زكريا عنده 22 سنة. الزلزولي اللي نزل النهارده في الشوط الثاني بيلعب في اوساسونا عنده 21 سنة. أشرف داري في استاد بريست الفرنسي عنده 23 سنة. بلال الخنوس جنك البلجيكي موجود في المنتخب حاليا المغربي في كأس العالم عنده 18 سنة. عز الدين أناحي نادي أنجيا الفرنسي عنده 22 سنة. أنا بقول الكلام ده ليه كله؟ عايز أقول إيه؟ الجزء الأولاني اللي أنا جبت فيه مجموعة اللعيبة دي اللي طلعت من المغرب واحترفت بره، تقريبا هو التشكيل اللي لعب النهارده الأساسي كله. بدأوا في سن صغيرة مرحلة الاحتراف، اللي طلع وعنده 14 سنة، اللي طلع وعنده 16 سنة، 18 سنة، 19 سنة، كبيره 20 سنة، كبيره ده بالكتير قوي. ده ليه؟ ده ليه؟ أفكار. أولا اتحاد كورة شاطر، أدي واحد، اتحاد كورة المغربي شاطر جدا جدا، عنده علاقات بالسماسرة العالميين. اوعى تنسى دي، السماسرة هم اللي بيحركوا كل حاجة خصوصا في السن المبكر ده. هل احنا عندنا علاقات بسماسرة عالميين في أوروبا وهنا وهنا وهنا؟ ده سؤال مهم، ده سؤال مهم، لأن السماسرة دولت هم اللي بيختاروا اللعيبة الشاطرة بعينيهم من السن الصغير ده ويجي للنادي الفلاني، يا وداد يا مغربي انت عندك مين؟ عندي فلان، طب هناخده هنوديه النادي الفلاني في بلجيكا ب20,000 دولار، خدوه اطلع. لأنه النادي ده بيبحث عن منتخب بلده في الأول قبل مصلحته هو. سمسار تاني جه لنادي آخر، عايزين فلان فلاني من عندكم وعنده 16 سنة وهنديكوا 30,000 دولار، خدوا. فتحوا الباب بإيه؟ علاقات قوية مع شبكة سماسرة على مستوى أوروبا كلها. أوروبا سيبك من أمريكا والكلام ده كله، المطبخ الرئيسي هو أوروبا. فطلعوا، كانت النتيجة إيه؟
ان وصلنا النهارده للمنتخب المغربي اللي انا قلت عليه من شويه، اللي بيلعب في تشيلسي، واللي بيلعب في باريس سان جيرمان، واللي بيلعب في بايرن ميونخ، واللي بيلعب في فورنتينا، واللي بيلعب في انجيه، واللي بيلعب في اشبيليه، واللي بيلعب في اوساسون، كله خلاص. لانه تك 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 طلع بقى في عنده منتخب صح، بيبني صح. حتى لما بيطلع الدرجه الثانيه في اوروبا الركراكي بيتابع وليد الركراكي، جاب لعيب من الدوري الفرنسي درجه ثانيه، عادي جدا عادي جدا جدا. ده الامر الاول. ايه؟ علاقات مع سماسرة على مستوى اوروبا، بجيبهم يتفرجوا على الولاد اللي عندي واشاور له بص على فلان، بص على الاعلام بتاع. ادي واحده. الثانيه لا وجود للمغالاه، لا وجود للمغالاه. من كام سنه كده من غير ما اقول النادي، جه واحد عايز لاعب ناشئ في نادي كبير، من غير ما اقول اسماء ولا اقول نادي ولا غيره يعني، ماشي. قال الراجل ده كان سمسار افريقي، قال للنادي هديك 50,000 دولار وهاخده. قال له لا لا لا، كان عنده 18 سنه وقتها. قال له انا عايز 5 مليون جنيه. الراجل قال له شكرا، خليه يخلل عندك، خليه يلعب بقى قدام او كده يعني. وما زال بيلعب حاليا في الدوري المصري باي ذا واي يعني. هذا هو الامر. يبقى حاجتين، الحاجه الاولانيه ان انت يبقى عندك شبكه من السماسرة اللي بيشتغلوا في اوروبا وفي افريقيا برضو، لان في سماسرة افريقيين شاطرين قوي بيشتغلوا في اوروبا. والامر الثاني عدم المغالاه، عشان يطلع يحتك بمدارس كبير، لانه الاحتكاك داخل البلد مش هيجيب نتيجه. والا جاب نتيجه. كنت شفت انت لعيبه بيلعبوا في الدوري المغربي بيلعبوا في المنتخب؟ مش هتلاقي معظم شمال افريقيا هتلاقي المنتخبات 90% او اكتر قوامها من اللاعبين اللي بيلعبوا بره البلد. لا هتلاقي يعني بن شرقي اللي كان مكسر الدنيا ده عندنا والساحر والحكايه وراح الامارات، ولا حد بص له خالص خالص خالص. نفس الكلام اللي في افريقيا هتلاقي السنغال وكاميرون وبقي ونقي 90% او اكتر منهم بيلعبوا بره. ماشي. عايز اقول لك حاجه، قائمه السنغال 23 لاعب او 24 لاعب كلهم بيلعبوا بره، وغيره. هذا هو الامر. دي اول حاجه. النقطه الثانيه، السته اللي عندهم 21 و22 سنه و23 سنه دول اللي بيلعبوا حاليا مع المنتخب المغربي، هذا مؤشر اخر في اختيار اللعيبه. النهارده الزلزول اللي نزل ده عنده 19 سنه. منتخب مصر هنا مين في يعني عندنا يمكن اللي مرموش هو الصغير، هو الوحيد اللي بيلعب في نادي يعني نادي متوسط في الدوري الالماني، عشان نكون يعني يعني عندنا دقه في الكلام يعني، ما هوش بايرن ميونخ ولا هو بروسيا دورتموند ولا هو الحاجات الجامده دي يعني. هو فولفسبورج نادي في وسط الجدول يعني، او تحت شويه. ده كان السنه اللي فاتت مهدد بالهبوط لولا الهدف اللي جابه لهم عمر مرموش في اخر مباراه، كانوا نزلوا درجه ثانيه كده يعني. هذا هو الامر. النابغ اللي عندنا طبعا ربنا يخليه لينا ويكرمه محمد صلاح، خلاص على اعتاب ال30، وتريزيجيه تقريبا نفس الكلام. لكن هل عندنا بقى حد في السن المبكر قوي ده بس يكون حد بجد؟ هذا هو السؤال. ابني، لازم تبني، وعشان تبني امشي من اللي انا بقوله لك ده. اعمل شبكه من الاتصالات مع السماسره اللي بيشتغلوا في اوروبا، والانديه البهوات اللي قاعدين على الكراسي يبقوا لطاف في الاسعار، عشان نربي ولادنا بره من السن الصغير. ما بقاش همك يا اخويا ان انت هتاخد الدوري، انا اخدت الدوري، انا كسبت مش عارف مين، انا كل ده جاي مع العفش. لكن النهارده بص انظار العالم كله فين. النهارده كان عندي فيديو ما اعرفش هنزله او لا، ملك المغرب الملك محمد السادس، هوريه لكم دلوقتي، نزل بالعربيه في وسط ملايين في الشارع. هذا هو منتخب الوطن، منتخب البلد. يا فرحتي ان انا اخدت دوري ولا اخدت كاس ولا بتاع، لكن المنتخب هو اللي بيصنع التاريخ، لان هيذكروا العالم.
لما الاهلي ياخد الدوري او الزمالك هنذكره هنا بس احنا كمصريين يعني. لكن لما المنتخب المغربي يروح للدور ربع النهائي العالم كله هيتكلم عنه. المغرب النهارده كان ترتيبه ال 22 في الرانكينج بتاع الاتحاد الدولي، الشهر الجاي الجديد هيبقى ال 15، احنا ال 41 باي ذا واي يعني. هذا هو الامر. اذا اردنا ان نتطور لازم عندنا افكار خارج الصندوق، لكن هتمشي بنظام هاخد احسن اللعيبه اللي عندي في الدوري المصري، مع كل الاحترام مع كل الاحترام هيبقى عندك سقف مش هتعرف تعديه. اذا وصلت لكاس العالم وهو متوقع طبعا ان شاء الله يعني، لان انت عندك 9 مقاعد ونص، يعني لو انا والفريق بتاع الاعداد بتاعي نزلنا نلعب هنوصل كاس عالم، هذا هو الامر يعني. لكن لما رحنا كاس العالم في روسيا فاكرين احنا المنظر بتاعنا كان شكله ايه؟ مع كل الاحترام يعني. فلابد من رجال في اتحاد الكوره عندهم افكار متطوره، ورجال في الانديه وفي ادارات الانديه عندهم فكر وطني اكتر ما هو فكر محلي عشان تروح لهذه المنطقه. طيب